السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة ومبسوطين يا رب. حبيبتي اللي طلبت مني الماسك في رمضان يدي نضارة للوجه، وكانت زعلانة قوي. انا بقولك ما تزعليش وسامحيني، معلش والله الوقت بجد بتاعنا ضيق جدا، ما بين سفر وما بين تحضير للسفر، فسامحيني. خلاص انا هو هصالحك وهعمل لك الفيديو. بصي يا ستي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجتين بيدوا نضارة حلوة قوي للوش وانا مجرباها يعني. وممكن برضه هقولك على حاجة تالتة حلوة بس هي تطبيقها صعب شوية. اول حاجة احنا عايزين موز يكون طري، يعني بالشكل ده، يكون مستوي جدا، يعني ده جامد ما ينفعش. عايزين حاجة تكون مستوية جدا لدرجة ان هي خلاص ما بقتش تنفع تتاكل كده، بيبقى خد كل الفوائد اللي في القشرة بتاعته وبيبقى مفيد جدا. خلاص الموزة دي هنحط معاها معلقة عسل. العسل جميل جدا 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 لترطيب البشرة، وبيديله نضارة مش طبيعية، وكمان بيطهر مسام الوجه، يعني حلو جدا في كل حاجة. بسيط جدا الماسك، هتهرسيه بالشوكة كده بالشكل ده. بس تعمليه وانت شبعانه علشان ما تاكليهوش. معلش الصوره ما كانتش واضحه. بالشكل ده كده هيديكي خليط كريمي بالشكل ده، هتاخدي منه وتحطي على وشك كل يوم قبل النوم بساعه، وهتسيبيه على وشك حوالي نص ساعه او تلت ساعه، يعني لو مش عايزه تطولي قوي. وهتشوفي ان شاء الله نتيجة لما تستمري عليه. تقدري تعمليه 3-4 مرات في الاسبوع، ما فيهوش اي مشكلة ولا اي ضرر، مواد كلها طبيعية وما فيهاش حاجة ان شاء الله مضرة. في حاجة تانية، ماسك القهوة بالعسل برضو. هنا عندي قهوة، اي قهوة عندك، دي قهوة تركي، قهوة تركي او قهوة عادية براحتك اللي يعجبك. هتاخدي شوية على قد وشك، وبرضو هناخد معلقة من العسل الابيض. محدش يقولي انا مش مفيش عندنا عسل اصلي. مفيش مشكلة، مش لازم عسل اصلي او حر 100% زي ما بيقولوا حبايبنا في المغرب. مش لازم. العسل الابيض اللي موجود في السوبر ماركت العادي، ولو سعره غالي عليكي فيه بتبقى علب صغيرة كده عسل ابيض، ممكن تجيبي علبة او 2 على قد استعمالك، هتبقى حلوة جدا. وهتعملي من الماسك ده هتعملي منه عجينة كده تتفرد على الوجه بالشكل ده. هتحطيه برضو حوالي ربع ساعة على وشك ان شاء الله. وبعد كده هتغسلي بمية، يعني تشوفي وشك بمية عادية من الحنفية. ويا ريت بعد اي ماسك يا جماعة نعمله نغسل وشنا بكوباية مية ساقعة ساقعة ساقعة، يعني مية من البرادة تكون ساقعة جدا، علشان نقفل المسام بتاع الوجه. لو في مسام عندنا اتفتحت او كده، المية الساقعة بتقفل مسام الوجه وبتخلي وشك نضارته تبقى اكتر، وما يبقاش عندك مسام مفتحة او شكلها مش حلو. ان شاء الله يا حبيبتي تطبقي الموضوع ده. في ماسك تالت ممكن تعمليه، اللي هو عصير الطماطم، جميل جدا جدا قبل النوم، حلو قوي. بس مشكلته ما بيثبتش كويس على الوش،
يعني ممكن لو هتجيبي شاشة وتفتحي فتحة الأنف والفم والعينين وكده وتحاولي تحطيه، أو تعمليه وتمسكيه بشوية نشا وتحطيه على وشك، بيصفي الوش برضو وبيديله نضارة حلوة. ان شاء الله اعتمدي حاجة من الحاجات دي، وممكن تبدلي ما بينهم، يعني مرتين في الاسبوع. القهوة لو هتعمليها يبقى مرتين في الاسبوع، وده الموز ممكن من 4 مرات، من 3 ل4 مرات عادي، ما فيهوش اي مشكلة. ولو هتعملي عصير الطماطم وهتمسكيه بشوية نشا، هتعمليه كل يوم، حلو جدا قبل النوم، تحطيه على وشك ربع ساعة. بس عايزة اقول الموز لو هتعمليه تحطي منه طبقة، ولما تلاقيه مسك على وشك هترجعي تحطي منه طبقة كمان، وبعد بقى ما ينشف كده هيبقى مرة حوالي ربع ساعة ترجعي تغسلي وشك بقى زي ما انا قلت بمية عادية، وبعد كده بمية ساقعة. ويا ريت بقى كريم المرطب كل يوم قبل ما ننام، نوع كريم مرطب كده تكوني انت بتحبيه وتستعمليه، ان شاء الله هتبقى بشرتك في رمضان نضرة وهيديها لون حلو. على العسل بيدي لون وردي كده في الخدود، بيبقى جميل جدا وعن تجربة. يا رب اكون صالحتك وما تزعليش. وحبيبتي بتاعت القراقيش والله هعملها، بس سامحيني بس الاقي يعني وقت ليه، انت عارفة موضوع المعجنات بياخد وقت شوية، واحنا وقتنا غصب عننا ضيق. ان شاء الله يا حبيبتي حاضر من عينيا، ويا رب ما تزعلوش مني، واي حد عايز حاجة باذن الله هعملها له. صلوا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.